ليش انا ما عندي حظ؟ ليش انا ما عم بتوفق مثل الناس اللي عم بتوفق؟ ليش انا ما عم بعمل امور وما عم بنجح فيها، وفي غير اللي بيعمل اي شيء وبينجح فيه؟ فهي الاسئله اللي بتجي ببالك، ممكن اجت ببالي انا كمان، ممكن اجت ببال اي حدا بيسال هالاسئله هي، انه ليش الحظ هذا أنا ما فيني اسيطر عليه؟ ليش انا ما فيني اتحكم فيه مع انه ممكن اتحكم فيه؟ وخليني احكي لك كيف. فخلينا نقسم الحظ لنوعين. الحظ النوع الاول من الحظ هو الحظ اللي جيناتك انت، كيف ولدت. انت ولدت قصير ولا ولدت طويل؟ انت ولدت اشقراني اسمراني، ولا ولدت كيف ما انت ما لك اي سيطر عليه. ما الله سبحانه وتعالى اختار لك انك تولد بالهي هي كامل مكمل. بس انه في بعض الناس بتولد مع الجينات احسن، بعض الناس بتولد بجينات متوسطة، في بعض الناس بتولد بجينات شوي ضعيفة. بس انه هي الامور اللي نحن ما لنا اي سيطرة عليها. فانا ولدت مثلا بالشكل اللي ولدت انا عليه، انت ولدت بالشكل اللي ولدت انت عليه، ما انه يسيطر عليه يعني. بالاول بالاخير الحمد لله على باي شكل ولدنا فيه. اما النوع الثاني من الحظ، وهذا هو النوع اللي ممكن نسيطر عليه، هو نوع الحظ اللي انا بسميه الفرصة. كيف يعني فرصة؟ خليني احكي لك كيف يعني الفرصة. لانه انت بتشوف شخص، انت مثلا بتشوف صديقك ابن عمك ولا مين ما كان، بتشوف مثلا انه بحياته عادية ما فيها اي تغيير، وفجأة بتتغير حياته. انت بتسميه انه هذا حظظت معه، او انه اجاه حظ، او مدري شو المكان الواحد بسميه. فخليني احكي لك انه انت على السطح، انت بشكل على السطح من اللي بتشوفه بتسميه حظ، بس هي فرصة. هو الشخص هذا كان جاهز ومستعد انه ياخذ الفرصة اللي اجته. راح تحكي لي لا مو صحيح، ما بعرف كيف، ما بعرف شلون. ممكن في قلة قليلة اللي تحظظ معهم تتغير حياتهم 190 360 درجة. بس بالشكل العام يعني مثلا اعطيك مثال تتوضح الصورة لك. خلينا نعتبر انه الحظ هو مثل القطار، وانت قاعد بالبيت وصديقك هذاك اللي بيكون مستعد وجاهز انه بيطلع وبيستنى القطار بالوقت اللي بيجي. بس انت قاعد بالبيت، القطار اللي هو الحظ بيعدي هنيك، ما بتعرف اي ساعة بيعدي. بس بتعرف انه انت لو تعبت على نفسك، لو ان جهزت، لو انك لبست ثيابك، لو انك جهزت الشنطة تبعيتك، فانت راح يكون مقدورك انك توصل وتستنى الحظ بهداك المكان بهداك الوقت اللي راح يوصل القطار. فالنقطة الرئيسية هو انت ما تعرف انت راح يوصل القطار اللي هو الحظ. بس لازم تكون مستعد، لازم تكون جاهز. اما على النقيض الاخر، لو انك ضليت بالبيت وما جهزت وما استعدت وضليت قاعد هيك، انا ما بعرف امتى راح يجي القطار، راح بتعب حالي على الفاضي، لانه راح بلبس وبغير ثيابي ولازم بقوم وبعمل مجهود، ما بعرف اي ساعة بوصل، راح بقعد بستنى كومة وقت وما راح يجي. فاللي بيصير بالاخر انه الحظ اللي هو القطار راح بيعدي من قدامك، وانت ما راح تكون جاهز، ما راح تكون مستعد انك تركب او تستغل الفرصة انك تركب الحظ او انك تاخذ الحظ. وراح يعدي القطار اللي هو الحظ وما ركبت فيه. والشخص الثاني اللي كان مستعد وجاهز ومتجهز وقاعد بيستنى القطار بالساعات وممكن بالايام، ممكن بالسنوات، اجا الحظ، اجا الوقت المناسب، ركب بالقطار، اخذ الفرصة، وصار عنده حظ. وهذا الشكل المثال بسيط يعني بي- اللي بخليك تفهم انا تفكيري شو هو عن الحظ. لانه هو فرصة، انا بشوف فرصة اكثر مما هو ممكن انه بشيء هيك بصيب الناس بالعشوائي. خليني اعطيك مثال بسيط كمان. في شخص ما اشترى قطعة ارض، وبعد سنين قطعة الارض هي اللي اشتراها برخيص صارت بملايين. في ناس بيسموه انه محظوظ اشترى قطعة الارض، وبعدين هل صار مليونير بس انه اشترى قطعة ارض؟ موقومة ناس كان ممكن تعمل هالشي، كتير ناس كانت ممكن تشتري وتاخد وتعمل وتسوي وتزنقل. بس شو اللي خلى هذاك الشخص بيشتري؟ هو انه قاعد خطط للمستقبل، قاعد خطط لبعيد، قاعد خطط انه لما الاراضي هي رخيصة، انا شايفها رخيصة،
بس في يعني ممكن بالمستقبل هالأراضي هي تغلى، ممكن إنه بستفيد بشتري بحرك المصاري اللي عندي إياه حاليا في مجال إنه يصير عندي القيمة أكبر بالمستقبل. فهاي بكل بساطة يعني في كتير أشياء بالحياة اللي الناس بتسميها حظ، بس هي عبارة عن إنه الواحد بياخذ الفرص. يعني الشخص اللي بيشتري الأرض رخيصة، في كتير ناس اللي ممكن تشتري الأرض رخيصة، بس على النقيض الآخر هن شو بيختاروا بيعملوا إنه بيقعدوا بالمقاهي، بيقعدوا يشربوا شاي، بيقعدوا يشربوا قهوة، وبيحكوا بحكي اللي ما بيفيدهم بأي شيء. لو إنه قعدوا حكوا بالأمور اللي ممكن تفيدهم، قعدوا حكوا بالأمور اللي ممكن يستفيدوا منها بالمستقبل، كانوا هن كمان اشتروا قطع الأرض، ولا اشتروا البيوت الرخيصة وبعدين صارت غالية. بس هي هذا اللي هو الأمر بكل بساطة. بعطيك مثال ثالث. آم، ما بعرف انت شو بتعمل. ممكن تقعد كل يوم مع صاحبك، جرب كل يوم تقعد مع صاحبك وبتحكي له. خلينا نفكر فكرة اللي بتغير حياتنا كل يوم. يعني قاعد مع رفيقك كل يوم، وخلي شغلتك وعمتك بالقعدة اللي بتقعد مع رفيقك مع صاحبك انه بتقعدوا بتحكوا بالشيء اللي بغير حياتكم، بدل ما انه بتضيعوا وقت، ولا بتعملوا امور اللي ما بتفيدكم. بتحداك ومستعد اتحداك باي شيء، انه من هون ل3 سنين، ما بحكي لك من هون لشهر، من هون لشهرين، من هون لانه هي الوقت، التفكير البسيط، التفكير على المدى البسيط، المدى القصير، هو اللي بخلي الناس ما بتنجح بحياتهم. لأن الناس بدها بسرعة بتنجح بحياتهم، بسرعة يعملوا تغيير، وبشوفوا تأثير هالتغيير على المدى القصير، على المدى أيام، على مدار أشهر. مع إنه أي تغيير بيصير بحياتك بتشوف على مدار سنين. لهالشي بتشوف اللي بيشتري أرض رخيصة هو بيستفيد من الأرض إمتى؟ بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد الفترة طويلة كتير. فهذا اللي بيميز الشخص اللي بنسميه محظوظ، هو اللي أخذ الفرصة. وبين الناس اللي ما عندها حظ، هي الناس اللي ما بتفكر على المدى البعيد، هي الناس اللي بتعيش اللحظة، بتعيش اليوم، وما بتفكر لبكرة. أما لو كل الناس كانت بتعيش اليوم وبتفكر لبعد 10 سنين، طبعا في مثل اللي بيحكي لك اعمل لحياتك كأنك لا تموت أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. طبعا هذا الشيء لازم نعمل مثل الميزان بين حياتنا وبين الدين، وبين انه نعمل الحياة الآخرة، وبين انه نعمل الحياة الدنيا. فللحياة الدنيا حاليا بحكي بالأمور الدنيوية، حاليا بحكي بالأمور اللي بتفيدك بالدنيا. ف بعرف في ناس ممكن تحكي انت اللي حكيك ما بعرف كيف انت حكيك، نحن بنحكي بالحياة الدنيوية. فخلينا نحكي انه انت كيف ممكن تستفيد على المدى. برجع للامر اللي كنت بحكي لك، انه قاعد مع رفيقك واحكي معه كل يوم على الشيء اللي ممكن بغير حياتك. فبتحداك انه من هون ل3 سنين انت ورفيقك رح تكون حياتكم متغيرة ب 360 درجة. ابدا، حياتك راح تكون متغيرة 360 درجة لو بتقعد مع رفيقك كل يوم بتحكي انت ورفيقك. خلينا نقعد كل يوم نحكي عن شيء انه اللي بغير حياتنا للشيء الاحسن. ممكن بيكون مشروع تجاري، ممكن يكون شيء بتتعلموه جديد. ممكن تقعد انت ورفيقك بتحكي تعال نتعلم بايثون، تعال نتعلم شيء نبرمجه، تعال ناخذ فكرة ونبرمج تطبيق جديد. ما بعرف، الامور كتير بالحياة اللي مثلا انت وصاحبك اللي ما عندكم مثلا شيء تعملوه، تقعد انت وياه كل يوم تحكي شو فينا نعمل الشيء اللي بغير حياتنا للأحسن. فهي كلها امور اللي ما تاخذ منك مجهود كبير، هي امور اللي كل يوم تغيير صغير، كل يوم المجهود قليل. على مدار سنين، يعني لو مثلا بقعد بحكي لك انه اعمل هالشيء لمدار سنين، ايه صح هذا مجهود كبير على مدار سنين، بس على مدار الايام هو مجهود قليل جدا، بس ثماره كبيرة جدا للمستقبل. وعملت الفيديو بدون مونتاج، بعرف انه في غلطات كثيرة بالفيديو سويتها، بس بتمنى وصلت الفكرة.
بتمنى انه فكرتي وصلت لك بدون ما انه تركز على الاخطاء او الامور اللي سويتها بالفيديو، لانه حكيت لك انا اللي بحكي من القلب للقلب بدون مونتاج، يعني مثل ما انا قاعد يعني كاني قاعد بحكي انا وياك مثل اصدقاء، مثل رفقه يعني، بدون مونتاج بدون كات، بدون انه الامور اللي هي اللي بتخلي الفيديو يطلع بشكل احترافي. قعدت هون قعدت أصدقاء هيك نحكي وندردش. بتمنى إنه تكون أموركم منيحة، بتمنى إنه يكون كل أمورك تمام، وبس. سلام.